السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ما تنسوش تضغطوا على زر الإعجاب وتشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد. اليوم جبت لكم صور صادمة. اليوم راني جيتكم بخبر صراحة يوجع القلب ويخلي الواحد يقول وش راه صاري في بلادنا. فرقة التفتيش خرجت في خرجة مراقبة عادية كما يديروا كل مرة باش يراقبوا المحلات اللي تخدم في الماكلة، خاصة الكوشات والمخبزات، خاطر الخبز راهو حاجة أساسية والناس كامل تشريه يوميا، الطفل قبل الكبير ياكل منه. بصح كي وصلوا للكوشة المعنية وداروا التفتيش لقاو وضعية صادمة ما تتصوروهاش. الكوشة معفنة، فيها الفيران، البخاخش، روائح كريهة، لوسخ في كل بلاصة. حسب المعلومات اللي راهي متداولة، التفتيش كي دخل الكوشة ما لقاهاش غير ناقصة شوية نظافة كما يقولوا، لا لقاوها كارثة صحية بكل معنى الكلمة. أول حاجة لفتت الانتباه هي الريحة، ريحة كريهة بزاف تدل على المكان ما يتنظفش من مدة طويلة، ولا راهو مخلوط بالوسخ والرطوبة. تاني حاجة كي بداو يشوفوا في الزوايا وتحت الطاولات لقاو والفيران مع الخبز. فيران تتجول داخل الكوشة في مكان مفروض يكون نظيف 100%، لأنه مكان تحضير الخبز لياكلوه الناس. وزيد على هذا البخاخش والحشرات، يعني المكان ماشي غير فيه الوسخ، المكان راهو مستعمر من الحشرات، وهذا وحده كافي باش يسبب أمراض خطيرة. الخبز وين يتحضر؟ الصدمة الكبيرة حسب ما راه يقال باللي حتى أماكن التحضير ما كانتش متهيئة، طاولات مسخة، أكياس فارنة مرمية، عجين في ظروف غير صحية، ومكان الخدمة كان يبان عليه الإهمال. وهنا يجي السؤال المهم، كيفاش هذا المكان كان يخدم وكيفاش كان يبيع للناس؟ يعني المواطن المسكين يروح يشري خبز على باله راهو حاجة عادية، وهو مع بالوش باللي ممكن يكون جا من بلاصة كيما هذه ماشي غير قضية وسخ وخلاص، هذه قضية راهي تمس صحة الناس كامل، الأطفال، النساء الحوامل، كبار السن، والناس اللي عندهم حساسية ولا مرض مزمن، لأنه الفيران والحشرات يقدروا ينقلوا التسممات الغذائية وأمراض معوية وميكروبات خطيرة، وحتى أمراض ما يبانوش في الحين تبان آثارهم مع الوقت. الناس كي تسمع كيما هذه الأخبار طبيعي تولي خايفة وتقول يا ربي الخبز اللي راني ناكل فيه كل يوم منين جاي؟ وهذا الشيء يخلق فقدان الثقة بين المواطن والتاجر وبين المواطن والمنتجات اللي يشريهم يوميا. وش لازم يصرى؟ أكيد التفتيش دار خدمته وفضح هذه الكوشة، بصح الناس تقول لازم الرقابة تكون أكثر، ولازم ماشي غير مرة واحدة وتروح، لازم يكون عقوبات صارمة وغلق فوري للمكان ومعاقبة المسؤولين على هذا الإهمال، خاطر اللي يخدم بصحة الناس ما يلعبش. في الأخير القضية هذه تخلينا نفهموا حاجة واحدة، صحة المواطن مش لعبة. الخبز اللي ياكلوه الناس كل يوم لازم يكون من مكان نظيف ومحترم، مش من كوشة فيها الفيران والبخاخش والريحة الكارهة. ربي يحفظنا كامل ويحفظ أولادنا، ونقول لكل واحد يخدم في الماكلة اتقي ربي، خاطر هذه أمانة. وإذا شفتوا محل ولا كوشة ولا أي مكان يبيع ماكلة في ظروف كما هذه، صوروا وبلغوا وما تسكتوش، لأن السكوت يخلي الخطر يزيد وينتشر. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والبارتاج، وخلي ورايكم في التعليقات، وبالطبع تشاركوا في القناة في فيديو قادم إن شاء الله.